ليه حياتنا بقت روتينية ومملة؟ حياتنا بقت روتينية ومملة لأن حرفيا احنا بنصحى من النوم، نمسك التليفون نشوف، نقعد نسكرول على الفيسبوك أو انستجرام أو تيك توك ومفيش استفادة. ايه المحصلة اللي أنا استفدته؟ زيرو. لأن هو أساسا مش روتين مفيد، أنت مش يعني اللي هو مش حاجة أساسا اللي هتفيدك مع الوقت أساسا إن أنت هتواظب عليها أو كده. يعني مثلا زي مثلا أنت تقعد أنت تعمل الامتحانات مثلا قبل، زي تعمل زي بروفا للامتحان مثلا، كل يوم تقعد تحل امتحان كده عشان ايه؟ تتمرن على الامتحان اللي هتخش قدام. لان هو حرفيا انت زيرو استفادة. طب انا ازاي احل الموضوع ده، او ازاي اعمل روتين مفيد اللي هيفيدني واللي يخليني اتقدم في حياتي؟ مثلا جرب تروح مثلا، تنزل تروح الجيم، تنزل تقعد مع اصحابك، تقعدوا تتكلموا سوا، تهزروا سوا، تقضوا وقت حلو والجو ده. تطلع تقعد مع عيلتك بره، تقعد تتكلم معاهم. مش شرط لازم القعده على التليفون، يبقى مثلا حتى السوشيال دي ممله قوي يعني. انت حرفيا كل اللي انت هتستفاده ان انت هتكون هتحس بصداع مش اكتر. طب جرب مثلا تتعلم مهاره جديده، مثلا زي البرمجه او جرافيك ديزاينر او الحاجات دي، كلها حاجات مفيده حرفيا. ومايكروسوفت ممكن، وايه كمان ممكن نمارس رياضه زي مثلا الكوره، كاراتيه، نلعب بوكس. اعمل حاجه الرياضه اللي انت بتحبها. اقل رياضه خالص اقول لك عليها الجري. يعني مفيش اسهل من كده. تطلع تجري مثلا، تلبس هيدفون، تطلع تجري، تمارس رياضه، جسمك يبقى نشيط، تمارس تمرينات رياضيه حتى في البيت. كل دي حاجه هتفيدك. طب جرب تعمل ايه تاني؟ انت ممكن تتعلم لغه جديده، مثلا انجليزي، الماني، فرنساوي. كل حاجه دي هتفيدك مع المستقبل على المدى الطويل. حرفيا هتندم على كل دقيقه انت ضيعتها وما استفدت، ما استغلتش في الحاجه من الحاجات دي. اللي هو انت كده الحد المضطر قدامك انت كده لازم هتعمله. لان هو عارفين سوق العمل محشور على منحصر على الحاجات دي. ممكن تقعد تقرا كتب او روايات، عارفين الحاجات دي مفيدة جدا يعني. قراية الكتب دي عارفين هتاخد منها كمية معلومات يعني توب حرفيا. إيه، لو انت طبعا عندك امتحانات او كده هتقعد تذاكر خلاص ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله في الامتحانات. طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انت تبدا تعمل الحاجات الروتينات الجديده اللي انا قلت لك عليها دي، تقدر مثلا تقعد تمارسها مثلا بانتظام لحد اسبوع. انت ما حسيتش ان الحاجات دي ليها تاثير ايجابي عليك، يعني مثلا نفسيا او جسديا، خلاص لا انت وقف وارجع ايه الروتين بتاعك ده. وانا كده بقول كلام غلط وايه خلاص وفكك منه. بس انا واثق ان الحاجات دي هتفرق معاك كتير جدا قوي في حياتك، وهتقول حرفيا انا الحاجات اللي انا عملتها الجديده دي حرفيا فرقت معايا حرفيا في حياتي. وانتظروا فيديو جديد هنتكلم فيه عن كل مهاره ازاي تتعلمها، مثلا زي البرمجه، ايه وسائل البرمجه اللي انت تقدر تستخدمها عشان تتعلم منها. ومثلا انجليزي مثلا او فرنساوي او الماني، ايه الكورسات اللي تقدر هتساعدني عشان اتعلم الحاجات دي.